السلام عليكم الخوت. مرحبا بكم في قصة جديدة. مهم بلا ما نطول عليكم نبداو في القصة نيشان. انا سميتي ايوب، في عمري 24 سنة، ساكن في البادية مع والدي وخوتي 3. ديك البادية اللي ساكنين فيها غير شي ديور قلال، يعني كيعيشوا تماك ناس قلال وصافي. انا كنت خدام في المدينة، عندي موتور ديالي ديما غادي به الخدمة راجع به للدار. كنت خدام في ستاسيون، وحيت كان نرجع بالليل للدار فضروري ما ندوز من واحد الطريق جاية وسط الغابة، وديك الغابة طويلة وكتخوف. اذا كان قلبك ضعيف ما تقدرش تدوز من تماك. ديك الطريق كانت الطريق الوحيدة اللي كتدوز لدارنا، يعني ما عنديش شي طريقة اخرى اللي ندوز منها باش نوصل للدار. المهم بقيت هكذا شي 15 سنة خدام في ديك ستاسيون، غادي الخدمة ديالي بالنهار وكنرجع في الليل، وكندوز من ديك الطريق اللي جاية وسط الغابة عادي. ما عمري وقعت ليا شي حاجة غريبة ولا شفت شي منظر ماشي هو هذاك، لحتى ديك الليلة المنحوسة واللي عمرني غادي ننسى. ديك الليلة في حياتي كان يوم الخميس. نط من النعاس مع الصباح، توضيت صليت فطرت، من بعد شديت الموتور ديالي ومشيت للخدمة عادي، ناشط فرحان كلشي مزيان كيف موالف كندير ديما. المهم وصلت الوقيته ساليت من الخدمة ديالي في ستاسيون، دابا خاصني نرجع للدار. الساعة كانت كتشير 11 ديال الليل. ديماريت الموتور وقبل ما نركب عليه حسيت بواحد الاحساس غريب وفي شي شكل. اول مرة كنحس بشي احساس بحال هكذا، قلبي تقبض عليا، ما عرفتش مناش هادشي، ولكن قلت يمكن غير مع العيا والخدمة نهار كامل داكشي علاش. المهم ركبت وتميت غادي، ضربت تقريبا شي مسافة ديال ساعة ديال الطريق، وصلت اخيرا لديك الطريق اللي جاية وسط الغابة اللي خاصني ندوز منها ضروري باش نوصل للدار. المهم وانا غادي في ديك الطريق حتى غنتفاجئ ان الموتور وقف. قلت اش هاد الشي يا ربي، بقيت كنديماري فيه والو، خسر، والطريق كانت خاوية والظلام، وزيد عليها انا واقف في وسط غابة خطيرة غير بوحدي. انا ما فهمتش علاش خسر ليا الموتور. بغيت نعيط على شي واحد يجي يعاونني، ولكن الريزو في ديك البلاصة ما كيشدش نهائيا. المهم بقيت كنحاول نديماري فيه ونضوي غير بفلاش ديال التليفون، حتى في واحد اللحظة كنسمع الخطوات ديال شي حد جاي مورايا. دورت وجهي نشوف اشنو تماك، ولكن ما لقيت والو. رجعت بقيت كنحاول مع الموتور باش نديماريه، حتى غنسمع شي تخرشيش مورايا عاود تاني. دورت وجهي نشوف، ولكن ما لقيت حتى حد. بديت كنقول واش كاين شي حد هنايا، وبديت كنقلب ونشوف، ولكن ما لقيت حتى واحد. واحد السكات وواحد الهدوء كان تماك عجيب، والظلام ما كنشوف حتى حاجة. المهم رجعت للموتور ديالي، تميت غادي، وقبل ما نوصل ليه حتى غنسمع واحد الصوت غريب. تخلعت وقلبي بدا كيضرب، ما عرفتش اش هادشي اللي كيوقع. بديت كنقول مع راسي واش انا غير كنتخيل ولا شنو، واش هادشي بصح اللي سمعت ولا غير العيا اللي دار ليا هادشي. المهم بديت كنقلب عاود تاني على الله نلقى شي حاجة، ولكن والو، ما لقيت والو ولا سمعت شي حاجة. واحد الصمت كان لا مثيل له. من بعد شوية حتى كنسمع الموتور ديالي ديمار. تصدمت، دورت وجهي بالزرباء نشوف شكون اللي ديماره، ولكن ما لقيت حتى حد، والموتور ديماره غير بوحدو. ما لقيت فاهم حتى شي حاجة من هادشي اللي كيوقع. انا مصدوم، بقيت غير كنشوف وكنقول كيفاش حتى الموتور ديماره من بعد ما كان خاسر. المهم ما تسوقتش، مشيت وركبت تميت غادي.
ضربت شي 10 دقايق ديال الطريق في ديك الغابة، حتى في واحد اللحظة غنتصدم من داكشي اللي شفت قدامي. فرانيت بالزربة، شفت واحد المرأة كانت لابسة كلها ابيض وشعرها كحل وطويل، واقفة ليا في وسط الطريق. بقات غير كتشوف فيا وما كدويش نهائيا. انا كنقول ليها شكون انتي، منين جيتي، علاش وقفتي ليا في الطريق، اشنو بغيتي مني؟ وهي غير ساكتة وكتشوف فيا. انا تخلعت بزاف، ما عرفتش واش نهرب ونسمح في الموتور هنايا ولا شنو ندير. اول مرة في حياتي كنشوف هذا المنظر. من بعد شوية وهي كنشوفها جاية لعندي وكتقرب مني، وانا كنقول ليها بالجهد اشنو بغيتي مني، علاش جاية لعندي؟ في واحد اللحظة ما حسيتش، وبقوة الخلعة حتى طلقت لذاك الموتور من يديه وتميت هار. دخلت للغابة وكنجري غير في الظلام، ما عرفتش فين كنحط رجلي، غير كنجري وما كنشوفش مورايا كاع. شي 4 ساعة وانا كنجري عييت وجلست حدا واحد الشجرة باش نستريح شوية، وانا كنهش بالخلعة وقلبي كيضرب بالزربة. ما فهمتش هادشي اللي كيوقع ليا. وانا جالس حتى كنسمع الصوت ديال المرأة كدير شي اصوات غريبة. كنشوف وكندور وجهي على اليمين اليسار، من مورايا كنشوف وكنقلب، ولكن والو، ما بانت ليا حتى شي حاجة. كنقول مع راسي واش صافي هربت منها ما غاديش تبقى تابعاني؟ ولكن في واحد اللحظة وانا ندور وجهي تصدمت من داكشي اللي شفت، وبقيت جامد في بلاصتي وما كنتحركش. لقيتها قدامي عاوتاني، تبعاتني ديك المرأة. نط وتميت هارب عاوتاني، وانا كنبكي وخايف وكنقول اش هاد المصيبة الكحلة اللي كطرى ليا. انا كنجري وكنتخيلها بحال كتجري في جنبي. بقيت كنجري حتى وصلت لواحد الدار كتبان لي خاوية ومهجورة، كانت في وسط ديك الغابة. دخلت بالزربة وسديت عليا باش نتخبى منها. غير دخلت حتى كنسمع الدقان في الباب، بقات كتدق وكتدق حتى في واحد اللحظة حتى كنسمع الدقان حبس. ضويت بفلاش التليفون في ديك الدار وانا نتصدم من داكشي اللي شفت. لقيت الحيوط كاملين عامرين بالدم، وشي طلاسيم غراب مرسومين في الارض وفي الحيوط. اش هاد المصيبة اللي تحت فيها يا ربي؟ بقيت كنزيد نقلب في ديك الدار حتى غنتصدم من داكشي اللي لقيت الاعضاء ديال البشر مرميين في الارض. قلبي كان غادي يوقف بالخلعة. جيت نهرب ونحل الباب، ولكن ما بغاش يتحل ليا. كنجبد فيه بالجهد اللي فيا، ولكن وتقول ما بغاش يتحل. من بعد شوية حتى غنسمع واحد الصوت جاي من الكوزينة. بديت غادي وكنتسلت غير بشوية نشوف شنو كاين. طليت وانا نتصدم من داك المنظر البشع اللي شفت واحد المرأة لابسة البيض ومعها واحد الراجل لابس الكحل. الشكل ديالهم غريب وكيخلع، وباين فيهم ماشي من الانس. كنطلع ليهم وانا بالصدفة كنشوفهم كياكلوا الاعضاء ديال البشر وكيقطعوا فيه وكياكلوه بالهثاء، والدم نازل من فمهم. واحد المنظر غريب، اول مرة كنشوف هاد الشي في حياتي. في ديك اللحظة بغيت نغوت ولكن ما قدرتش. كنت خايف لا يسمعوا ليا ويدوروا وجههم ويشوفوني هنايا ويأذوني ولا يديروا ليا شي حاجة ماشي هي هاديك. من بعد بقيت كنطلع عليهم حتى غيطيح ليا التليفون من يدي، وهما سمعوا لداك الحس وشافوني. تميت هارب وكنحاول نحل الباب، تعكس ما بغاش يتحل. من بعد شوية حتى غنشوفهم واقفين مورايا وبداو كيضربوا فيا، وانا كنقول لهم سمحوا ليا انا ما قصدتش ندخل لهنا. ضربوني وردوني كامل دم. في ديك اللحظة نقزت عليا ديك المرأة
وبدات كتخنقني بجد وبغات تقتلني، وبغيت ندافع على راسي ولكن ما قدرتش. حتى في واحد اللحظة دفعتها ومشيت بالجرية، دخلت واحد البيت تماك، سديت عليا وهما يتبعوني وبقاو كيهرسوا عليا الباب وانا مخلوع. ما عرفتش اش ندير ولا كيفاش غنتفك من هاد المصيبة الكحلة. كيدقوا كيهرسوا عليا الباب وكيغوتوا، كيقولوا لي خرج الكل خرج الكل، ما عندك فين تهرب، ما عندك فين تهرب. من بعد شوية وانا كنسمع داك الدقان حبس، ما بقاوش كيغوتوا. قلت الحمد لله، يمكن غادي يكونوا مشاو. ولكن منين حليت الباب ونخرج هنايا غادي نتصدم. بقيت كنتسلت الباب باش نهرب حتى غادي تنقز عليا ديك المرأة. نقزات عليا من مورايا ومعها داك الراجل، شداتني من عنقي وطيحاتني على الارض. بدات كتخنقني وانا حسيت بالموت في ديك اللحظة، ولكن الحمد لله انه كانت حدايا واحد الحديدة، هزيتها وضربتها بيها حتى فقدت الوعي وبعدات مني. جا داك الراجل باش يشد فيا، ضربته حتى هو بديك الحديدة، طيحته على الارض. مشيت بالزربة ونقزت من السرجم حيت الباب ما بغاش يتحل، وتميت هارب وانا كنهش بالخلعة وخايف. ما عرفتش باش تبليت، كنجري حتى غنلقى راسي في الطريق. كان صباح الحال. كملت حتى للدار ودخلت وانا مصدوم من داك الشي اللي وقع ليا كامل. عاودت الوالدية على هاد الشي اللي وقع ليا ولكن ما تيقونيش. المهم دخلت دوشت وفكيت راسي من ديك الحالة. مشيت لبيتي وبديت كنتفكر داكشي اللي طرا ليا كامل في ديك الليلة المنحوسة، وقررت انني نمشي عند الفقيه هو اللي يقدر يفسر ليا هادشي اللي وقع ليا كامل. مشيت عنده عاودت ليه على داكشي كامل اللي طرا ليا. هو بقى غير مصدوم وكيشوف فيا. قال لي على سلامتك يا ولدي، على سلامتك ملي ما وقع ليك والو. قال لي هذيك اللي خرجت ليك في الطريق راه سميتها عيشة قنديل، ودوك اللي شفتيهم في ديك الدار المهجورة كانوا الجنون وماشي انس. قلت ليه اشنو الجنون؟ قال لي الجنون، والحمد لله على سلامتك ما وقع ليك والو. قلت ليه انا راه كل مرة كنتفكرهم وما بغاوش يحيدوا ليا من عقلي. قال لي ما تخافش يا ولدي، انا راه غنقرا عليك دابا شويه ديال القران ونعطيك الماء المقروء عليه، بقى تشربو كل ليله حتى تولي مزيان، وان شاء الله راه ما غاديش تبقى تخيلهم مازال. المهم شكرتو وخرجت رجعت لداري، وانا غادي في الطريق كنقول الحمد لله اللي نجاني من هاد المصيبه وما وقع ليا والو. ومن داك النهار ما حلمت بيهم ولا تخيلتهم في عقلي. بقيت مواظب على الصلاة ديالي وكنقرا القرآن كل نهار. وديك الخدمة اللي كنت خدام في ستاسيون خرجت منها بسبب انني كنرجع منها بالليل للدار، وكندوز من ديك الطريق الكحلة. وخرجت بسبب اني خايف لا توقع ليا شي حاجة مرة اخرى بحال هادي اللي وقعت ليا ديك الليلة. والموتور ديالي اللي سمحت فيه ديك الليلة فاش هربت رجعت قلبت عليه ولكن والو، ما لقيتش ليه الاثار نهائيا، بحال تقول شقاتو الارض وبلعاتو. ومن ديك الوقيته كملت حياتي عادي وما بقيتش تستم داك الطريق بالليل مازال. القصه ديالنا غتسالي هنا يا خوتي، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. ما تنساوش الى عجبتكم حطوا شي لايك، ابوناو وفعلوا الجرس. تهلاو اخوتي، السلام عليكم.